له معنى أول، عقلا ما له. زين. ثانيا نقول أن النبي ادعى دعوة. هسه افرضنا نحن المسلمين، احنا بزمن الجاهلي، اجى واحد قال لنا انا نزل علي الوحي، يا ابا شنو دليلك؟ يقول انا شفت جبرائيل. زين، انت تعرف هذا جبرائيل قبله؟ انت قرابتك جبرائيل، ابن عمك، اسألت جنسيته شنو، هويته، بلكة تواجهني، بلكة تتفاهمت. لا، يقول انا شفت جبرائيل. يا ابا شنو دليلك انه هذا جبرائيل؟ ما عنده دليل. يعني النبي ما جاب دليل على ان هذا اللي شافه جبرائيل. هو قال ان شفت فد شيء كائن عجيب، هو ادعى بان انا جبرائيل. يابا انت سالت من عنده جنسيتك وينها، بلكت يكذب عليك. لا، انا صار عندي يقين بان هذا جبرائيل. طيب يقينك محترم، بس يقينك حج عليك مو علينا. هسه انت عندك يقين بان مثلا الخيره زينه، بس هي هذه الخيره مو ملزمه على البقيه. انت تعتقد بالخيره، تعتقد، عندك يقين، عندك يقين بان العباس يشور. يا زين، انت عندك يقين، حجه على البقيه. فالنبي ما جاب حجة على أن هذا هو جبرائيل، لا هو يعرفه قبلا، لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة تموينية، شيء حتى يعرفه. بس هو قال أنا جبرائيل، صدق بي، وإحنا ما نصدق. إحنا لازم نثبت قضية، مو هي قضية هينة. زين، هاي ثانية. ثالثا، جبرائيل جاب لها الكلام، قال هذا هو من الله. زين، انت شلون تفتهم هذا من الله؟ بلكت من عنده. يعني هو جبرائيل من نية خير من نية سوء ما علينا، قال هذا من الله. انت ايها النبي قلت له شنو دليلك على هذا من الله؟ قلت له ليش؟ الله قال لك مباشرة، خاطبك، راح ادز لك واحد اسمه جبرائيل، انت اخذ بكل كلامه. الله ما قال له، واحد قال له هذه الرسالة من الله، راس القبر. قال له الله يقول لك هيك راس القبر. يابا بلكت هذا جبرائيل يكذب. زين، ما عدى، يعني ما بين لنا، ما بين للناس للعرب انه دليل على أن هذا جبرائيل قال أنه هذا من الله. يمكن مو من الله، ماخذه من عنده، لو ماخذه من واحد آخر. زين، فإحنا ما ملزمين بالنظرية. هاي النظرية تواجه إشكالات عقلية. يعني بناء الوحي، بناء الإسلام على الدين دولة مبني على الرمل، ما يقدرون يجاوبون على هالأسئلة. إذا بناء على رمل مبني، الوحي مبني على الرمل، كل الدين ينهار. يعني أصل قضية أنتم تعتقدون في شيء وهمي. يعني هو النبي ما جاب دليل على أنه هذا جبرائيل هو هذا نفسه مو غيره، وأن هذا جبرائيل يحشى عن الله. مجرد شاف واحد قال له أنا من الله، صدق. فشنو الحجة علينا؟ ليش احنا ملزمين بقبول كلامه؟ هو عنده يقين، خليه هو يصدق، هو يصلي، هو يصوم. فإذا هذه النظرية الموجودة الآن مبنية على الرمل، وهم، متقاوم المنطق العقلي. هذا إشكالات عقلية هواية. احنا نكتفي بهذا حتى نصل إلى البقية. أنا أعطيكم ملاحظة. شنو يجاوبون؟ يجاوبون أنه هذا النبي جبرائيل جاب له قرآن وتحدى به العرب، فإذا جاب له معجزة،
وهذه المعجزة القرآن يعني تحدى بها العرب ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة. إذن هو من الله، هذا دليلهم. يعني في جواب عن السؤال اللي طرحته أنه كيف تفهمون أن هذا الكلام من الله؟ هو جبرائيل قال من الله، احنا ما نصدق بجبرائيل. هسه النبي كان معروف بالصادق الأمين، بس جبرائيل ما معروف بالصادق الأمين، ولا نعرفه ولا يمكن يكذب. والكذب همات إذا بمصلحة همات يصير زين، يصير حسن. واحنا عندنا الكذب أحيانا كذب إصلاح ذات البين وإنقاذ المؤمن من القتل يكون واجب أصلا، والصدق يكون حرام. هسه جبرائيل حباب وقلبه طيب، شاف هذا الهمج يعبدون أصنام ينقذهم من الخرافات، شدد له كذبه، قال هذا الكلام من الله. حتى شنو؟ حتى ذول العرب الهمج إذا محمد يقول هذا من عندي ما يطيعوا، إذا يقول من الله يطيعوا. قال خليها كذب هالكذبه، وهو زين سوى. فإنقاذ ملايين الناس من الخرافات ومن عبادة الأوثان هذا المسوغ للكذب. يمكن جبرائيل كذب، احنا ما نعرفه. زين، جوابهم ماذا؟ يجيبون بأن هذا جبرائيل انطى للنبي فد معجزة تحدى بها العرب.